بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيده وصحبه وهب لي عصمة من كل سوء وضر بلا آفة ولا كدر ولا لقاء شيء من المكاره، وهب لي شهر رمضان هذا شكري لباق ساق من لم يعبدا لغير ضري وجهاتي أبدا، شكري لباق ساق من لم يعبدا لغير ضري وجهاتي أبدا. هدية الله توجهت لي واصلة لي ويصفي سؤليا، رضيت عن رب البرية وعن نبيه ومن قلاني لم يعن، رد لغير جهة المكاره مغن خدير لا يكون كارها، ملكني القرآن باق أنزل بجاه راق يصفي نزلا، ضمني الجميل للأخيار بلا مشقة ولا أغيار، أسأله كون فؤادي وطن كتابه عبدا خديما ذا قطن، ناديته فيه سنين واستجاب للعام كاشفا عن القلب الحجاب، هداه للهدى فلا أضل إن شاء ردها ولا أضل، أقول موقنا بأن ربي قد زاد قربي وزاد حبي، زبطت ما بالله لا يليق لغيره وذلك الخليق، أشكره على فراقي كبدا وعصمتي من كل من لم يعبدا، وغيره من السهول وصف الجميع البلاد، وغيره من السهول وصف الجميع لي من كل آفة وكدر، واجعل الأبيات التي أخذتها من حروفي كشفا ونورا ويقينا، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وهب لي شهر رمضان هذا شكرت ربي وربي يفيد، وغيره بغيره ليس يفيد، هو الإله لا إله غيره، وانقاد لي في كل شيء خيره، رجوته قبل وحقق الرجاء، وقاد لي في كل شيء مخرجا، رمت رضاءه ولي قاد الرضا، ولي قاد برضاه الغردا، ملكته جملة ما به يليق، وإنه بالحمد والشكر خليق، ضر محى بمحوه وما محى رب الورى بلا سبوت محى، أجابني برضوان الأكرم النافع المعظم المكرم، ناديته سنين ذا إيمان به وجادني بالأمان، هديتي منه ولدني وكفى ما سألني مع قيوض وكفى، أسأله بحق ذا الشهر العظيم قبوله شكري بالدر النظيم، ذببت أعواما لخيره الجحود وصالني بحفظ باق ذي وحود، أذكره بما يليق ويفيد بعمري وغيره ليس يفيد، وغيره من جميع السهول بلا سوء ولا ضر ولا كد ولا كدر، وإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل مني شهر رمضان هذا وقولك المأخوذ بك. شهدت أن ربنا له الوجود وهو له الخدم هاديا بجود، هداه قادني له وكان لي بلا مشقة وسر صاد لي، رضيت عنه بهداه ماضيا وقاد للكرم في أغراضيا،
ربحت في تجارتي ربحا صرف ما ساءني لغير النحو فانصرف ملكني ما اختار لي بلا حساب وعمري خدم به خير احتزاب ضياء أضاء للممر وضري بلا رجوع مرة أسأله بحق شهره العظيم قبوله مني ذا الدر النظيم نجي جميع المسلمين من ضرر ولتكفهم جانب خسر وشرر هب لجميع المؤمنين ما يسر وقِ جميع المحسنين ما عصوا اكتب لنا بحق وجهك الكريم سعادة مع أمان لا يريم زب لغيرنا السقاوة ومع لها يدر واهدنا للأقوى أنت الذي كنت لنا بخير جهود يا ذا البقاء والخلاف والوجود بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي كل ما صدر مني من المعاصي قبل شهر رمضان هذا شكري لذي الوجود نعم والقدم وذي البقى الذي يثبت القدم هداني الذي له المخالفة أعبده به بلا مخالفة رضيت عمن ثبت القيام بنفسه له به الصيام رضي عني من إليه الوحد وجهت منقالا إليه وحده ملك الذي القدرة والإرادة له يكون الذي أراد ضيافة القادر والمريد خير نوال قيل للمريد العلم والحياة والسمع لمن له البرايا والفعال والزمن ناجيت ذا البصر والكلام من صالني عن جانب الملام هدية العالم والحي السميع ليخلدت ما فيه ترغب الجموع إلى سوى نحو انتهى الشيطان وطاب الممر والأوطان ضب لغير جهتي ما صار من يصفي الصبح والمساء أجدد الشريعة المطهرة إن شاء والحقيقة المنورة وفيه أعصمني منه إلى يوم تدخل الجنة التي وعد المتقون واكفني كل ما توجه إلي من المعاصي قبل وصوله إلي وقبل توجهه إليه أبدا آمين يا رب العالمين واجعل هذه الأبيات من أفضل كسوفاتك لي وأعلاها لديك آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من وهبت لي بجاهه شهر رمضان هذا شكرت بالقلب إلهي شكرا يعصمني مما يودي مكرا هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان رسوله نبيه محمد صلى عليه خير خلق يحمد رضيت عنه كل رضوان بلا سخط وإنه حياتي قبلا ملكني كتابه وما أباح لي إلى الجنان أنفع رباح ضيقي قبل الشهر أزالا والله لي كان ولن يزالا إلى سوى ذاتي ونحوي ينفحي مكر وسوء كذا منفتح نفعني بالعلم والحلال وليس ينحوني ذو الإضلال هو الذي بيني وبين كل شر حال وليخلد أفضل البشر أشكره على الكتاب وعلى سيدنا محمد باب العلا ذكرته اليوم بشهره العظيم وإنه أجدر بالدر النظيم أشكره وليس يفضي مكرا لي ويذكر حياتي سكرا وغيره من السهور والأيام والنعم الظاهرة والباطنة سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واجعل هذه الأبيات من أعجب المخوارق يا من له المغارب والمشارق وغيرها من كل جهة ومكان يا خير من سكن وأمن الإسكان آمين يا رب العالمين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.